المهمة. هاد المهمة متتبعينا الكرام كانت هايجة بزاف لدرجة الزوج ديالها بدا كيسخف وبدا كيتناول الكينات باش يولي عنده جهد، إلا أن هاد المهمة هادي خوات له الركابي. فمني خوات له الركابي بقات كتقول له نتايا ماشي راجل، وبدات العيشة ديالو تنكدها عليه، شيء اللي خلاه يطلقها. هاد المهمة هادي كنت مزوجة هاد الراجل، وهاد الراجل كان صبر على الهبال ديالها بحيث ما كانش كيولد. مني مشاو للطبيب عرفوه باللي هو اللي ما كيولدش. هاد السيدة هادي كانت في مدينة طنجة، وكانت الاسم ديالها خديجة كانت معروفة في ديك الحومة، معروفة زهوانية، وكانت الحومة كاملة أو بعض الناس اللي هما شباب كانوا كيدخلوا عندها، وكانت هي كتلقى السبة إما ولدي طلع ليا البوطة، إما ولدي يجي صيب ليا هاد البريز. وكانوا كاملين كيعشقوا هاد المهمة هادي، أو بحرا كانوا كيتدربوا فيها، ولكن هي ما كانش كيهمها الأمر، كان كيهمها تقضي ديك الغريزة ديالها وتبرد ديك الشيء اللي عندها عايش. وبواحد الشباب منا كيسحبهم باللي هادي راها هوته، ولكن هادي راها مصيبة وبعد على هاد المهمات، حيت هاد المهمات هادو الهدف ديالهم الوحيد هو الرغبة يبردوها في الشخص. كيف ما كان ما كيهمهاش هي الراجل الزين أو الراجل اللي قافز، بالعكس كيهمها ديك الراجل اللي عاد أول مرة هيطيح فراه خاصو ضروري يطيح فيها ويكون ثابت ويكون مرزن، ما كتبغيش هذوك العايقين ديك المبرعشين فكتبعد منهم. هاد المهمة هادي متتبعين الكرام كان عندها واحد الجمال، واخا هي مهمة كانت كتعتني براسها، وكانوا العساسة عارفين العساسة ملي كيجيو ديك الزوافرية باش يكريو في ديك الحومة، كانوا كيقولوا له عندك الا مشات عيطت لك شي مرا وكذا راه هي فين ساكنه عندك دير اتونسيون. وكان اللي زواني تيقول بالصبت تعيط ليا، هو داك ديما اللي كيقول بالصبت تعيط ليا ما كتعيطلوش، هو داك الانسان الحشومي السكوتي اللي كان كيخرج مره 4 الصباح باش يشد ترونسبور، كانت هي كتلقى عليه وكانت كدير معاه معرفه وكتصيدو غير بشويه بشويه حتى كيطيح في الفخ. واحد الشاب كان وسيم، كيف ما كيقولوا طنجة، هو جاي من الداخل، جاي من مدينة القنيطرة. هاد الشاب هذا بعد ما حصل على دبلومات ما جابش الله الخدمة في المدينة ديالو، شيء اللي اتجه مع واحد الصاحب ديالو اللي كان فايتو، وكان هاد الصديق ديالو كان خدام تمايا، وقال له طلع هلا ندفع لك تما السيفي، ربما شدوك وتمايا تبقى خدام. بالفعل متتبعين الكرام هاد الشاب الوسيم اتجه باش يخدم في ديك الشركة، وقال له نتايا كري واحد الشهر او شهرين على ما ربما يعيطوا لك، انت ماشي غتمشي وهتدفع السيفي وترجع. قال له ما كاين مشكل. فعلا هاد السيد هذا كان واحد الانسان اللي هو مشكاك، ما كيبغيش يجلس مع الدراري، ما كيبغيش يكري معاهم. بالفعل اتجه هاد السيد هذا ومشى وكرا راسو واحد البيت في السطح، من الزهر ديالو المنحوس كرا حدا هاد المهمة. وكيف ما قلت لكم هاد المهمات هادو ما كيحملوش ديك الشخص اللي كي هو اللي يمشي عندهم، لا بالعكس هي اللي كتعزلو. هي عجبها هاد الدري هذا بزاف، ولكن الدخله باش تدخلو ما يمكنش تدخلو باللي انسان راها هايجه وراه باغع، فبدات كتدخلو بحال الوالده ديالو، بدات كتعاونو وبدات كتشكيلو الهم ديالها
هو كذلك ارتاح لها وبدا كيشكي لها الهم ديالو باللي هو واحد الانسان عاطل على العمل، والنهار كامل هو كيدور يفرق السيفيات في المعامل وكأنه كيكب الماء في الرملة. هنايا هاد السيدة هادي باش تجرو الطريق ديالها قالت له راه ولدي بحالك كان، وهي راه كتكذب عليه. قالت له ولدي راه كان بحالك وانا بخرت له بعين موكا وتفوسختو ومن ديك النهار هو راه خدام. هنايا السيد حشم منها وقال لها انا ما عنديش الفلوس باش نشري هاد عين موكا. قالت له لا عندك الزهر راه نسميك ولد البحر، غنمشي نقلب في البلاكار بحيث انا كنت خديت له جوج وبخرت له غب وحده وجاب الله التيسير. الا مشيت وقلبت في الليل هتجي عندي بعد العشاء وديك الساعات غنبخر لك. السيد مشى للبيت فرحان وبدا كيقول هذه هي الحياة، الحمد لله تفاجأ عليا وغنبخر، انسى باللي المكتاب ونسى بكل شيء. راه الا ما مشيتي ما طلبتيش الله راه كتسمى بحال راك خالفتيه. واش نتايا كتسنى عين موكا او كتسنى شي بخور هو اللي يخدمك؟ يعني ما كديش اذا نتايا يقينك في الله سبحانه وتعالى. هذا اول غلط طاح فيه هذا الشاب هذا، ومشى فعلا مور العشاء ولقاتو كيتسنى في الباب وقالت له دخل يا ولدي. هو يدخل، يا ريتو كان ما دخلش. فهاد السيد هذا دخل وبقى معاها وجبدات البخور وبدات كتبخر ليه، الا ان السيده دارت له التبارد وبحال تفلاشه، حيت هاد السيده هادي كانت كتمشي عند الفقهاء وكانت كتمشي عند السحاره وعطاوها شي طلاميس وشي ورقه وشدات ديك الورقه وفيها شي طلاميس وبخرات له بها، الشيء اللي خلاه خاضع لها واي حاجه بدات كتقولها له فكيقول لها واخا لا ويبوس لها يديها. ديك الليله بخرات له وصيفطاتو للبيت ولا غدا عليه تم جاي عندها، وكانت هي عارفاه باللي هيجي عندها. وانا كنقول لكم هذا الشيء باش ما يسحبكمش. طريق المهمات راه واحد الطريق اللي هي سهله، وزعما هاد المهمه مشتاقه فيك نتايا على كحل عيونك. لا المهمات عندهم واحد الطريق اللي هو خاص، واحد الطريق اللي ما بينتيهاش باللي راك كتبغيها بصح او ما بينتيلهاش باللي هي صغيره في السن، فهنايا هزك المضربك الضوء. المهمه متتبعين الكرام، هاد المهمه هادي دارت له الويل كل نهار معاه تيكتيكا لموينيكا حتى ركبيه خواو، واخا كيخواو كتقول له نوض حتى السيد بحال تصدى. صاحبو اللي كان كيتلاقاه ما بقاش كيتلاقاه، صاحبو بدا كيجي عنده للبيت ما بقاش، صاحبو اللي بغى يعتقو من هاد المهمه بعد ما ساق ليه الخبار باللي راه تصاحب معاها كيقول له نعل الشيطان بعد على هاديك، راني سولت عليها العساسه وسولت عليها ياك ما دارت لك ياك ما فعلات لك. هو كيقول له ماشي شغلك، بحيث حتى الكرا الشهر الجاي هي اللي خلصاتو له. المهم ضرب معاها شهرين، الا ان هاد السيد هذا كيف ما حنا قلت لكم بحال تصدى بحال التفليبه، بدا كيغوت لها حدا الباب، بدا كيدير لها شي حركات ماشي هما هادوك، عيات ما تسبك عيات ما تبخر، ولكن هذاك الشيء كامل بغى يرجع ليها. وهنايا قال لها الفقيه خصك تجيبي ليا دم العنق ديالو والخلل اللي عنده في داك العنق حاولي تطيريها. السيده كتمشي وكتبع على داك الفقيه، وهو داك الفقيه كيقول لها باش تزادي جمالا، ومني كتمشي هي تشوف راسها في المرايه كيسحب لها راها صغيره، فهمتي؟ كأن داك الفقيه كيصيفط داك الجنود ديالو باش يوهموها باللي هي صغيره. وهنايا كتزيد تفرح وقال لها لا بغيتي تزيدي تصغاري على هكا فجيبي لي ديك الخاله. السيده واحد النهار هو طايح فيها وناعس وهي تشد الموس ما عرفتش تطير له ديك الخاله، وكتصدق مقطعه له واحد العرق جيت العنق ديالو. هنايا متتبعين الكرام ما بقاتش عارفه اشنو هدير، يعني السيده صافي
عرفت راسها صفات عليه، فتشات ودارتو في واحد الميكا وتمت جاراها وحطاتها حدا المنزل ديالو، وفتحت الباب حيت هي عندها الساروت ديال ديك البيت اللي في السطح ودارتو تمايا. الناس بداو كيتشكاو من الريحه وبداو كيقولوا الريحه عاطيه من لهنايا. من يفتح العساس عليه وعيط للسمسار اللي كرالو كيلقاه في ديك الحاله. جات الشرطه دارت المعاينه ديالها، بداو كيبحثوا شكون اللي صفاها لهاد السيد هذا. مع العلم ما لقاوش حتى شي اداه تمايا ديال الواقعه، او عرفوا باللي لاطراس جاي من الدروج، يعني كأن شي واحد داير قام هاد العمليه برات هاد البيت هذا وداه تما، يعني هاد السيد هذا كيعرفوا. مشاو استدعاو اقارب ديالو، واحد الصديق ديالو كذلك اللي بسبب هاد المهمه هادي خرجوا له على الخدمه ديالو، بحيث السيد هو اللي كان مشكوك فيه طالع نازل. واكيد ملي بداو عليه راه كيعرف هاد المهمه ما يمكنش دير هاد الواقعه هادي كامله. وهي بديك التحراميات ديالها قالت لهم كنت كنحسبو بحال ولدي، وهاد الناس كاملين شاهدين، كان كيدخل عندي ونغديه وندوش ليه راه غاب بحال ولدي. ولكن الضباط ما كدوش عليهم هاد القضيه، كيفاش نتيا عايشه وحيده وخصوصا المسيره ديالك كلشي كيحكيها باللي نتيا زهوانيه. الا ان واحد الضابط قرر باش يفتش المنزل ديالها ولقى واحد البقع حمراء اللي كينطابقوا على ديك الميكا واللي في وسطها. هنايا عرفوا القضيه باللي هي متورطه فيها، ولكن ما كانش كيسحبهم باللي هاد الواقعه هادي كامله باللي هي اللي دارتها. وهنايا كتاخذ حكم بالمؤبد زائد غرامه ماليه، وكتنتهي واقعه ديال هاد المهمه هادي اللي كانت دارت ترجع في طنجة والنواحي ديالها. فالعزيز عليك بحال هاد الوقائع هادو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.